عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسم سعد. إن شاء الله هنعمل بروجكت جديد. البروجكت بتاعنا هيكون عبارة عن آلة حاسبة. في البداية كده قبل ما نبدأ أي بروجكت المفروض نكون في شكل في دماغنا أو راسمين شكل على ورقة. البروجكت بتاعنا ده هيكون شكله عامل إزاي، محتاجين فيه إيه. يعني في البروجكت بتاعنا بتاع الآلة الحاسبة هنكون محتاجين حاجة ندخل فيها رقم أولاني، وتاني حاجة عايزين رقم تاني، ومكان يطلع فيه نتيجة العملية اللي هنعملها إذا كان جمع أو طرح أو ضرب أي عملية، وأكيد زرار أول ما ندوس عليه يعمل لي العملية اللي أنا عايزها دي إذا كانت جمع أو ضرب أو أي حاجة. ففي البداية قبل ما نخش في الكلام ده كله عايزين نعرف حاجة اسمها linear layout. عندنا حاجة اسمها linear layout و relative layout. في البداية خلينا في اللينير ده يعني أول ما بديله أي حاجة بوتون أو تكست فيو أو أي حاجة من الحاجات بتاعتنا اللي أنا بدرجها من القائمة دي بيحطها لي بشكل منظم. شكل منظم ازاي؟ يا إما عمودي ودي اسمها في الأندرويد فيرتيكال، يا إما أفقي. الزرار كده بتبقى جنب بعضيها أو أي حاجة هنا بتبقى جنب بعضيها بشكل كده أفقي، دي بيبقى اسمها هوريزونتال. ناخد فكرة برضو عشان الصورة توضح أكتر معانا. أدي مثلا الفيرتيكال أهو، شدوا نحطه كده كده بقى عندنا linear vertical. نجيب بقى مثلا بوتون ونحطه كده في قلب اللينير فيرتيكال ده. بصوا هنا بقى شكله عامل ازاي. كمان بوتون نحطه في اللينير كده بدأ يحطوا لي بشكل عمودي. يبقى كده احنا فهمنا فيرتيكال ده بشكل عمودي. نمسح اللينير ده خالص، نجيب لينير هوريزونتال نحطه كده كده عندنا لينير هوريزونتال. نجيب ادي اول بوتون كده، نجيب كمان بوتون. بصوا شكله بقى عامل ازاي، بدأ يحطهم لي بشكل افقي، هيحطهم جنب بعضيهم. فكده احنا عرفنا الفرق بين فيرتيكال وهوريزونتال. نمسح البوتونز دي. في البداية احنا عايزين هنقول لليوزر بتاعنا دخل رقم واحد ونديله هنا edit text يدخل فيه النمبر اي رقم هو عايزه. تاني حاجة ادخل الرقم التاني مثلا ويدخل الرقم التاني ومكان هنطلع فيه الناتج وزرار. يبقى احنا كده عايزين الكلام بشكل عمودي، يبقى هنختار في البداية هنجيب linear vertical. تمام، ادي اول linear vertical كده عندنا linear vertical. بعد كده عايز اقول له دخل الرقم في الحتة دي، وبعد كده هديله مكان يكتب فيه الرقم اللي هو الايديت تكست. يعني هنا هديله تكست فيو مكتوب فيه اي نص، مثلا اقول له ادخل الرقم الاول، وهنا هديله مثلا المكان اللي دخل فيه الرقم. فيبقى كده احنا عايزين في الصف الاول عايزين linear horizontal، ادي او linear horizontal. برضو في الصف الثاني نفس الكلام، يبقى نجيب linear horizontal نفس الكلام horizontal. احنا عايزين 4 حاجات، مكان هندخل في الرقم الاول، ومكان هندخل في الرقم الثاني، ومكان هيطلع لنا الناتج، ومكان للزرار اللي هدوس عليه عشان يعمل لي العمليه اللي انا عايزها. في البدايه كده احنا عندنا الفيرتيكال اهو كله هيبقى مرصوص تحت بعضيه. عايزين بقى نعمل حاجه ثانيه. ايه هي؟ في البدايه بس نخلي دي كده، دي عندنا ماتش بيرنت، ودي كده نخليها راب كونتنت، ودي برضه نخليها راب كونتنت. تمام. هنبدأ في الاول لينير. احنا عايزين ايه؟ قلنا عايزين تكست فيو. ادي اول تكست فيو نكتب فيه مثلا ايه، نغير اسم التكست فيو بتاعنا ده نخليه ايه، نخليه مثلا نمبر 1. تمام، او N1 نمبر 1 مثلا. تمام، عشان يوضح اكتر نكبر الصورة كده. ادي الشكل بتاعنا N1. هنعوز ايه تاني؟ هنعوز edit text من نوع نمبر. انا عايز ادخل ارقام، اصل العملية الحسابية دي هتتعمل بارقام صح؟ ادي الايديت تكست هيبقى هنا، وادي التكست فيو بتاعنا. تمام. تاني حاجة برضو في اللينير اللي تحتيه الهوريزونتال، هبدأ اجيب تكست فيو وايديت تكست زي ما عملت فوق بالظبط عشان اكتب الرقم التاني. يعني ده هنا هدخل فيه الرقم الاول، وتاني لينير هدخل فيه الرقم التاني. اجيب التكست فيو في اللينير التاني اهو،
واجيب برضو نمبرات، خلي التكست فيو ده كده قبل النمبر، نغير التكست فيو نخليه مثلا N2 N2، وادي الايديت تكست بتاعنا. تمام كده. اللينير التالت هنعوز فيه ايه؟ هنعوز فيه برضو نفس الكلام، نمبر، ده بقى اللي هيطلع لنا فيه الناتج. هنعوز ايه؟ تكست فيو عشان نعرف اليوزر ان ده الريزلت بتاعنا. تمام كده. كده لحد دلوقتي احنا ماشيين صح. كده عملنا مكان هاخد فيه الرقم الاولاني، ومكان هاخد فيه الرقم التاني، وتالت حاجة هاخد فيها الريزلت. تمام كده. نبدأ بقى نغير التكست فيو ده. مثلا التكست فيو ده نخليه اسمه مثلا ريزلت. الناتج هيطلع لنا هنا ده التكست فيو، وهنا الايديت تكست بتاعنا ده هيطلع له الريزلت بتاع العمليه بتاعتنا. اخر لينير هنعمل فيه ايه؟ هنجيب فيه البوتون ده نحطه كده، اللي هو مثلا هنقول له نكتب فيه ايه؟ نكتب فيه صم مثلا، اسم العمليه بتاعتنا نقول صم. احنا كده تقريبا خلصنا الشكل بتاعنا. نتاكد ان كل حاجه واخده اي دي. ادي الايديت تكست بتاعنا واخد اي دي، نخليه مثلا edit text 1. تاني edit text هنديله مثلا edit text 2 عشان ما نتلخبطش. تالت نخليه edit text 3، والبوتن هنخليه btn مثلا، btn خلاص. تمام كده. هنروح بقى لملف الجافا بتاعنا عشان نشغل الزرار والايديت تكست ده. في البداية احنا في بداية اي حاجة لازم نعرف احنا عندنا ايه. احنا عندنا كام ايديت تكست؟ عندنا 3 صح؟ فهنقول نعملهم فاينل الاول عشان نقدر نغيرهم في المستقبل، عشان الجافا قلنا سينستيف كيس، لغة حساسة، فما بترضاش تاخد اون كليك ليسنر الا لما تكون عاملها فاينل. هنقول edit text، نسميها مثلا اي حاجة، نسميها text 1. تاني final، نقول له edit text، نقول له text 2، خلي دي final. اخر edit text نعرفها edit text، نسميها text 3 ونقفل بالسيمي كولون بتاعتنا، ونعرف ان احنا عندنا زرار هنقول بوتون، نسميه اي اسم مثلا btn ماشي، نقفل بالسيمي كولون بتاعتنا، نقول له في البداية بقى هاتلي التكست 1، هتعمل له حاجة اسمها find view id، هتدور على الاي دي اللي انا هديهولك ده اللي هو r.id. كنا مدينله اي دي ايه اول واحد اللي هو الايديت تكست ده، كنا مدينه اي دي ايديت تكست 1 صح؟ نروح هنا في الجافا هنقول له هتلاقي في حاجة اسمها ايديت تكست 1، ونقفل بالسيمي كولون بتاعتنا، وقلنا هنعمل حاجة هنا اسمها كوست، هنقول له ده من نوع edit text. بس كده مبقاش عندنا مشكلة. نعمل تاني حاجة text 2 تساوي find view id، هنديله برضو العنوان بتاعها r.id دوت كنا مسمينها ايه edit text 2، نقفل كده بالسيمي كولون، وبرضو نيجي نعمل حاجة هنا اسمها cost، ونقول له ده من نوع edit text. ليه بنعمل الكوست ده؟ لان ده ملف جافا، فازاي ملف الجافا يروح يشوف ملف XML؟ انا بقول له ان انت عندك حاجة اسمها edit text، هنقول text 3 تساوي find view id r.id edit text 3، نقفل
في حاجه بقى بتسهل علينا الكلام ده كله، ندوس الت انتر، هنلاقي اول حاجه كاست، ندوس انتر كده بدل ما كنا بنعمل الكلام بتاعنا، بدل ما كنا احنا بنكتب edit text هنا ونعمل قوسين ونكتب ما بينهم edit text كده كويس جدا. بعد ما خلصنا ده كله هنقول له برضو البوتون، احنا عندنا بوتون اللي هو BTN، هتعمل له برضو find view id our dot id dot كنا مسمينه ايه BTN، نقفل بالسيمي كولون بتاعتنا. بصوا الت انتر، اول واحده ايه اسمها كاست، دوس انتر كويس جدا. نديله حاجه اسمها set on click listener، بقول له اول ما حد يدوس على الزرار ده هتعمل ايه، هقول له new on click listener. هديله بقى هنا الامر اللي انا عايزه او ايه العمليه اللي هيعملها اول ما حد يدوس على الزرار ده. في البدايه انا هعرف له حاجه، هقول له انت عندك مثلا رقم واحد اللي هو N1 اللي احنا عاملينه، وهعرف له حاجه تانية اسمها N2. ففي البدايه هقول له عندك حاجه اسمها، هنعرف له متغير من نوع انتجر N1 بيساوي انتجر هنقول له الانتجر ده دوت بارس انت، هنديله حاجه هنا اسمها تكست اللي هو التكست اللي عندنا الاولاني ده، تكست واحد ده، تكست واحد ده هتعمل فيه ايه، هقول له دوت جيت تكست، هتاخد النص اللي هو هيديهولك في التكست الاولاني وهتعمل فيه ايه، هنقول له دوت تو سترينج، تحوله لي لسترينج عشان اقدر انا اعمل عليه عمليه. نعرف له المتغير التاني انت n2 بتساوي برضو نفس الكلام انتجر دوت بارس انت، هنديله هياخد يعني هو كده خد الرقم الاولاني اللي هو في تكست 1، هياخد بقى الرقم التاني اللي هو في تكست 2 دوت جيت تكست، هياخد النص اللي اليوزر كتبه له هنا في التكست التاني دوت تو سترينج، هيحوله برضو لسترينج، ونقفل هنا بالسيمي كولون بتاعتنا. هنعرف حاجه ثالثه اسمها انت، نسميها اي حاجه مثلا sum برضو، دي هتعمل ايه، هقول له n1 زائد n2 بس كده. دي العمليه الحسابيه اللي هو المفروض هيعملها. طب بعد ما جاب لي n1 زائد n2 هيعرضها لي فين، في التكست 3 اللي انا عامله ده. هقول له عندك حاجه اسمها تكست 3 دوت set تكست، يعني حط لي القيمه اللي هتطلع set تكست منين، هقول له القيمه اللي هتطلع عندي من الصم دي هتحطها لي في التكست، هتحطها لي بشكل ايه، هتحطها لي بشكل string، تمام، string اللي هي جافا دوت لانج دي. هنقول له دوت value of ايه sum اللي انا معرفها هنا sum. كده احنا خلصنا الكود. تعالوا بقى نرن ونشوف الناتج هيطلع صح ولا لا. بعد ما عملنا رن البروجكت بتاعنا نيجي هنا نجرب، هندخل هنا مثلا 5 رقم 2 مثلا ندخل 6، المفروض الناتج يطلع لنا 11. اول ما ندوس صم فعلا الناتج طلع لنا 11. نقدر بقى احنا نجرب بقى عمليه تانية ممكن نعملها، عمليه طرح، عمليه ضرب، عمليه اسمع. عرفنا الطريقه، ويا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله استنوني في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.